تقول صاحبة الحكاية في عام 1995 15 فيفري وفي النص نتاع رمضان، كان الشرطي بوسكاية قدور ومرته مريم وولاده اللي كانوا 4 شاشرة و3 شيرات تلمسان دائرة صبرة قرية أهل غافر. كان عايش مع ولاده كيما قاع الناس، عايش في أمان وراحة. احتاجت واحد الليلة عليه كحلة في النص نتاع رمضان، ما كانش مدار يبات في الدار. هذاك الوقت كان الهول، بس هذيك الليلة قرر يبات في وسط ولاده. وهذاك الدوار اللي كان يسكن فيه كانوا غير ولاده طالعين للجبل. جاوه على 11 تاع الليل، فطروا وصلوا، ولاده قاع كانوا راقدين. رمضان كان يجي في المشتى، كان عندهم الكلب والغلم مربيينهم دايرينهم فوق السطح. اسمع ديك الليلة الكلب ينبح، خرج للحوش باش يشوف شكاين. كان ينبح واحد النبيح ماشي من عادته كيما هكا، ماشي نورمال. توسوس خرج يطل يشوف شكاين. وراكم تعرفوا الدار نتاع العروبية كيفاش تجي دايرة، الحوش والسطح والدرج. خرج للحوش، تبعاته مرته، قالها الكلب راه ينبح في واحد النبيح ماشي معوايده كيما هاك. قالت له بالك العسكر، لخاطر العسكر راه يجي للقرية، وعلى هذه الكلب راه صاري له كيما هاك. قالت له استنى خليني نطلع نشوف شكاين. طلعت واحد 4 درجات قعدت تطل، الزنقة نتاعهم جاية عقبة وتشوف كلش. شافت وحدين يروحوا منا وحدين يروحوا منا، مع هذيك العقبة عاودت هودت تجري عنده. قالت له يا قدور راني نشوف واحد الناس في ذيك العقبة، بصح ما على باليش إلا دوك اللي ما يتسماوش ولا العسكر. راح هو وجد الزويجة ووجد الكابوس نتاعه تاع الخدمة، وجد صوالحه ووجد روحه. خاف لا هادوك اللي شافتهم مرته هما دوك اللي ما يتسماوش. عاود بغا يتأكد، قالها عاودي روحي طلعي وشوفي شكاين. راحت طلعت الدرجة الأولى الزاوجة حتى شافت واحد من دوك اللي ما يتسماوش وغادي ينقص فوق الحيط. انخلعت، حكمتها الخلعة وخافت وهودت عند راجلها قدور. قالت له راهم هنا. قالت له راهم هنا، هو عرف شكاين وعرف شا غادي يسرى. قالها تهلي في الدراري وبقي على خير. كانت مرة فحلة وكانت صنديدة وكان عندها قوة الشخصية. قالت له فوتنا الحلوة والمرة، ما جهاتش غير في هذه، نقعد واقفة هنا معاك، يا نعيشوا مع بعض يا نموتوا مع بعض. في هذا الوقت ولادهم قاع كانوا راقدين ومعاهم جداتهم، الأم المجاهدة فطومة. هذوك اللي ما يتسماوش سركلوا الدار وسركلوا القرية. قدور ومرته دخلوا للكوزينة، لخاطر الباب نتاع الكوزينة انفصل الباب تاع الحوش، وولادهم راقدين في البيت اللي متلاصقة مع الكوزينة، وبين البيت والكوزينة كاين تاقة. أبداو دوك اللي ما يتسماوش يطبطبوا ويقولوا له قدور عدو الله طاغوت، بس هو كان ذكي ما كانش يرد عليهم باش ما يعرفوش البلاصة نتاعه وين راه بالضبط. هرسوا الباب نتاع الحوش ودخل واحد فيهم، كان كاين تما سريج صغير تاع الماء والسانيتير. هذاك اللي ما يتسماش كي دخل راح ديريكت للسانيتير. كانت ما بين السانيتير وبين الكوزينة اللي فيها قدور بوطويات بيليات في وسط الحوش. راكم شايفين هذوك البوطويات اللي يجوا في الحوش نتاع بكري، جاو بيناتهم. يعني قدور ما يقدش يتيري على داك اللي ما يتسماش، كان متخبي بالبوطو. زاد دخل الزاوج من دوك اللي ما يتسماوش، دخل ديريكت وغادي يروح عنده وين كان قدور متخبي في البيت نتاعه. هذاك اللي ما يتسماش كان انفصل قدور في الأول. جاته الفرصة قدور باش يدافع على روحه ويتيري عليه قبل ما يوصل له. كان مسكين يدافع على روحه وعلى داره وعلى ولاده. تير على ذاك اللي ما يتسماش بالداموس نتاع الحلوف حاشاكم، تالمو الضربة كانت قوية عليه. هذاك اللي ما يتسماش تيرة بدوره على صاحبه اللي كان في التواليت، كان ساقر. قدور زاد الدوزيام وطيحه
داك اللي ما يتسماش زقا وطاح في الحوش. بداو صحابهم هادوك اللي برا يهضروا كي سمعوا هاد التير وثلاثه نتاع الطلقات، بداو يهضروا. واحد منهم قال صاحبه يوسف يوسف كي يخرج قدور اعطيه. الاخر كان مبليسي كان مطيحه قدور، رد عليه بانين قال له كان غير ينعي. واللي كان برا يهدر هو الامير تاعهم، وقعد يهدر مع قدور من برا وقال له عزي على روحك بيك بولادك. وراحوا من الدورة نتاع الدار